السلام عليكم، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من الهبيده. وحلقه النهارده هنتكلم فيها عن انتقالات الدوري الايطالي. ما تيجوا بينا نشوف ايه اللي بيحصل هناك. خلينا نبدا كلامنا بنادي الانتر. نادي الانتر اللي قدر ان هو يوصل لنهائي دوري ابطال الموسم اللي فات قدام وخسر اللقب قدام مانشستر سيتي بعد ما قدم مباراه عظيمه. طلع بعد النهائي رئيس نادي الانتر وطلع يتكلم وقال لك ان احنا هنعيد ترتيب النادي او هنعيد ترتيب البيت من جديد، وهنعمل صفقات قويه من اللاعبين نقدر ان احنا ننافس بيها، ومش هنتخلى عن اي حد من اللاعبين الموجودين دلوقتي. لو هنبص على فريق الانتر هتلاقي ان فريق الانتر فيه لاعيبه كده اساسيه. اعرف كده من لوحدك ان في لعيب من دول او اتنين مشوا من الفريق، اعرف كده ان خلاص المشروع باظ وكده كله فركش وكله يروح بيته. من اهم اللعيبه ديت وهم اندر اونانا على مستوى حراسه المرمى، مارسيلو بروزوفيتش وباريلا على مستوى خط الوسط، ولوتارو مارتينيز ولوكاكو على مستوى الهجوم، ومعاهم طبعا دي ماركو على مستوى الباك الشمال. دول بيعتبروا العمود الفقري بالنسبه لنادي الانتر. اي واحد من دول المفروض غير قابل للمس، لكن في الفتره الاخيره بنشوفوا اشاعات قويه جدا ان خلاص اندر اونانا طالع او هيروح على نادي مانشستر يونايتد في الدوري الانجليزي بديل لديخيا اللي قرر ان هو يرحل عن نادي مانشستر يونايتد. بنشوفوا مارسيلو بروزوفيتش بياخد بعضه وبيروح على الدوري السعودي. بنلاقي ان في كذا لعيب من العمود الاساسي لفريق الانتر ابتدوا ان هم يسيبوا الفريق ويرحلوا. هل مش مقتنعين بالمشروع؟ هل اداره نادي الانتر هتعمل تعاقدات قويه تواكب او توازن بيها الفريق بعد رحيل اللعيبه المهمه ديت؟ وفي كلام على ان دي ماركو، في كلام ان هو ممكن يروح نادي ريال مدريد، اشاعات طلعت كده بسيطه. الكلام ده لو صح برضه هتبقى مشكله بالنسبه لنادي الانتر ان 3 لعيبه او اكتر ان هم يرحلوا عن الفريق، خصوصا ان هم لسه مش قادرين يحلوا مشكله روميلو لوكاكو مع نادي تشيلسي. مش عارفين ياخدوه او مش عارفين يرتبوا الصفقه اللي هم عايزين يعملوها مع تشيلسي، اذا كانت على سبيل الاعاره ولا على سبيل البيع النهائي، خصوصا ان نادي تشيلسي مصمم ان هو يبيع اللاعب بصفه رسميه ومش بيفكر في اعاره مره ثانيه. طيب ايه هي الصفقات اللي قدر نادي انتر ان هو يحسمها بشكل كبير؟ وهي اول صفقه طبعا دي فريتسي اللي جاي من ساسولو بحوالي 33 مليون عشان يعوض بيه رحيل مارسيلو بروزوفيتش، وخلصوا مع تشيربي اللي جاي من موبلي ب 3.5 تقريبا مليون يورو، وخلصوا مع اسلاني. والصفقه الاخيره وهي ماركوس تورام اللي كان عليه خناقه كبيره جدا اذا كان هيروح للميلان اي سي ميلان ولا هيروح للانتر. كان في خناق كتير لكن انتهت الصفقه بان هو راح لنادي انتر عشان يبقى موسم انتقالات بالنسبه لنادي الانتر موسم كويس. لكن المشكله اللي هيتحطوا فيها اليومين اللي جايين وهو لو صفقه اندر اونانا فعلا اتحسبت في الكام ساعه اللي جايين او في اليومين اللي جايين لصالح نادي مانشستر يونايتد. هيجيبوا مين في حراسه المرمى؟ هل هيرجعوا تاني حميد نزوفيتش؟ ده كله كلام لسه هنشوف الدنيا هتروح فين بنادي الانتر، خصوصا ان الصفقه دي لو تمت مش هتقل عن 50 ل 60 مليون بالنسبه لنادي الانتر. هيقدروا يطلعوا منها فلوس كويسه، يقدروا ان هم يجيبوا على الاقل حارس مش في مستوى اول، لا يجيبوا حارس متوسط الى حد ما يقدر ان هو يساعدهم في الموسم اللي جاي، لان الكره الايطاليه بتعيش فتره صعبه جدا داخل الدوري الايطالي من حيث الصرف، من حيث الانديه، من حيث الصفقات، كل حاجه، من حيث النجوم اللي موجودين حتى في الدوري الايطالي. اما بالنسبه لنادي ميلان فقرار غريب وعجيب لانهم بيضحوا بساندرو تونالي لنادي نيوكاسل يونايتد. نادي نيوكاسل، مسؤولين نادي نيوكاسل يونايتد بيكلموا نادي اي سي ميلان، ومسؤولين نادي اي سي ميلان بيقولوا لهم بكام هذا الورق؟ قال لهم احنا ممكن نبيع لكم النادي كله لو حابين ب 55 مليون. قال لهم والله زيد ولا زيد، هاتوا لي هذا الولد وخدوا 80 مليون. يقال ان مسؤولين ميلان لغايه دلوقتي هم جالهم سكتة قلبية لما سمعوا الرقم. يعني قرار غريب ان هو يتم التضحية بواحد من اهم اعمدة الفريق اللي هيبنوا عليه السنين اللي جاية لنادي نيوكاسل يونايتد. صاحب بقول للمسؤول الميلان انتوا مش اخدتوا 80 مليون وفرحانين بيهم؟ لو رجالة اصرفوا منهم حتى نصهم قبل ما بتوع اللعب المالي النظيف يجروا وراكم. بس هو ده اللي انا عاوز اقوله لكم، لان هم مش هيسيبوا حد، مش راحمين حد
في ايطاليا اللي هم بتوع اللعب المالي النظيف، ولو مش مصدقين روحوا اسالوا اليوفي. وبعد رحيل ساندرو تونالي لنيوكاسل، ابراهيم دياز برضه بيخلص اعارته مع نادي الميلان وبيرجع تاني لفريقه ريال مدريد، وبيخلص سيرجيو ديست برضه اعارته مع نادي الميلان وبيرجع لبرشلونه مره تانية. يعني خدوا البلوه بتاعتكم احنا مش عايزينها. اما بالنسبه للصفقات اللي قدر نادي ميلان ان هو يحسبها خلاص، وهو روبن ليفاندوفسكي اللي جاي من نادي تشيلسي ب 20 مليون يورو، اللي جماهير تشيلسي فرحانه ان هم قدروا يخلصوا من لوفيتش. بالنسبه بقى للصفقه الثانيه اللي رايح برضه فريق الميلان ياخدها من تشيلسي، وهي كريستيان بوليزيتش اللي لسه ما خلصتش ولسه في الرتوش الاخيره، او خلاص يعني هي فاضل لها تكه بسيطه وخلاص الصفقه هتخلص. فهل يقدر كريستيان بوليزيتش ان هو يعيد اكتشاف نفسه مره ثانيه مع نادي الميلان ويضيف لنادي الميلان كتير مع رافائيل لياو في الخط الامامي؟ ده اللي هنشوفه في الموسم اللي جاي. بس دول اهم صفقتين عملهم الميلان، وهو لوفيتش وكريستيان بوليزيتش. الصفقه اللي هي ممكن تخلص في اليومين الجايين، بكره او بعده بالكتير بالنسبه لنادي الميلان. بس ده كان كل كلامنا عن نادي الميلان. اما بالنسبه لفريق اليوفي فهم قدروا ان هم يتمموا صفقه اركيدوش ميليك اللي كان جاي على سبيل الاعاره، وقدروا ان هم يخلصوا الصفقه بحوالي 6.5 مليون يورو. كويس ان هم قدروا يعملوا صفقات بعد ما اللعب المالي النظيف السنه اللي فاتت مسح بيهم الارض، حرفيا الموسم اللي فات مسح بيهم الارض. كويس ان هم قدروا يشتروا لعيبه. يعني اليوفي بيقدر ان هو يجيب مهاجم وهو تيميتي وايا اللي جاي من ليل الفرنسي بحوالي 10 مليون يورو، بعد ما تخلصوا من كولوزوفسكي لنادي توتنهام بحوالي 30 مليون يورو. الكلام الداير دلوقتي في نادي اليوفي، هل ماسولاني أليجري هيقدر يقود الفريق في الفتره دي وهو رجل المرحله وقياده مشروع جديد من نادي يوفنتوس الايطالي وقيادته لمراسم التتويج مره ثانيه؟ ده اللي احنا هنشوفه الموسم اللي جاي. ولا ماسولاني أليجري هياخد بعضه، وبرضه في كلام عن ان هو يروح الدوري السعودي ويجيبوا مدرب جديد يقدر ان هو يقود مشروع اليوفي مره ثانيه ويقدر يرجعهم مره ثانيه لمنصات التتويج وللمسابقات الاوروبيه، لان هم مش هيلعبوا دوري الابطال، اليوفي خارج دوري الابطال السنه اللي جايه. اما بالنسبه لباقي الفرق الكبار في الدوري الايطالي، وهو نادي روما اللي قدر يخلص ايفان انديكان في الدفاع بحوالي 10 مليون او جاي بالمجان حاجه زي كده، بس ما عملش اي صفقات تانية تذكر. ونادي نابولي اللي قدر ان هو يخلص في جيفوني سيميوني اللي جاي النابولي بحوالي 12 مليون يورو ولس، وقال لك بس كده مش هنعمل صفقات تاني، وقرروا ان هم يروحوا يكملوا احتفال بالدوري، خصوصا ان هم انهوا الدوري بشكل كويس. بس هل مشروع النابولي اللي هو ابتدى الموسم اللي فات هيقدر يكمل السنه دي كمان، ويقدروا ان هم يقدموا ويروحوا لبعيد على مستوى دوري الابطال وعلى مستوى الدوري الايطالي، يقدروا يحققوا اللقب مره تانية ويقدروا يكملوا في المنافسه، خصوصا ان هم بيمتلكوا سكواد كويس لغايه دلوقتي، ما فرطوش في لعيبه كبيره في الفريق. يعني اوزمن لسه موجود، كفاراتسخيليا لسه موجود، الكلام بس عن المدافع الكوري ده اللي احتمال يروح بايرن ميونخ لسه هنشوف اليومين الجايين ايه اللي هيحصل. بس ده كان كل الكلام او كل الصفقات اللي حصلت في الدوري الايطالي. الكل كان متوقع ان بعد الانتعاشه اللي كانت عايشاها الكره الايطاليه بوصول 3 فرق ايطاليه على نهايات المسابقات الاوروبيه، كل كان بقى مستني موسم الانتقالات يبدا ونشوف الفرق الايطاليه وهي بتصرف وبتجيب لعيبه والكلام ده وتشتري، لكن بنتفاجئ ان بيفتح سوق الانتقالات الصيفيه بالنسبه للدوري الايطالي وبنلاقي الانديه الايطاليه بتبيع بس ما بتشتريش. السؤال اللي بنساله دلوقتي، هل الدوري الايطالي بالانتقالات اللي حصلت لغايه دلوقتي واللي بيحصل فيه هل هيرجع مره تانية يكون واحد من افضل الدوريات الخمسه الكبرى؟ ده اللي احنا هنشوفه في السنين اللي جايه، وانا كنت اشك ان ده هيحصل في الكام سنه الجايين. اتمنى طبعا، يعني الكل بيتمنى عوده الكره الايطاليه بقوه، لكن الوضع صعب هناك. وهنا بتنتهي حلقتنا، ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو لو عجبكم، وتستنوا ما هو جديد ان شاء الله في حلقات جايه كتيره جدا، وخصوصا عن انتقالات الدوري الانجليزي والدوري الاسباني اللي هنتكلم عنها في الحلقات اللي جايه. وما تنساش تعملوا سبسكرايب واشتراك في القناه. السلام عليكم.